السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناتنا، قناة قراءة أسرار وحكايات. مفيش شك يا جماعة أن تاريخنا الجميل، تاريخنا المعاصر، كان في دور للعلماء الأزهر، طلبة وشيوخ، ربنا يحفظهم ويكرمهم، طلبة ومشايخ علماء الأزهر السابقين واللاحقين حاليا. وبطلنا النهاردة وهو شيخ من مشايخ الأزهر وشيخ معمم، وعمل حاجة غريبة جدا، ضرب نابليون بونابرت بالقلم. ما تيجوا نشوف حكايته؟ يلا بينا يلا بينا. في قرية من قرى الشرقية اسمها الجوسق، شيخ اسمه سليمان الجوسقي نسبة إلى البلد اللي هو فيها، جنب مركز بلبيس. اتولد طفل اسمه سليمان. ما عداش وقت طويل واكتشفوا أهله إن الولد الصغير ده ضرير أو كفيف. أهلنا في أهل الريف لما أي واحد بيبقى عنده إعاقة جسدية أو ذهنية بيقولوا عليه بركة وشيخ وكده، لكن أهله كمان ما سكتوش، اهتموا بيه اهتمام كبير قوي، ودخلوه كتاب وحفظوا القرآن. وبعد ما حفظ القرآن بعد كده لما كبر شوية دخلوه الأزهر، وكان طالب علم متميز وكان له تطلعات. ابتدى بعد كده يعمل نقابة، وأنشأ نقابة للمكفوفين، وكمان مش نقابة، عمل لهم أوقاف كمان. وبدأت في عهده نقابة المكفوفين وأوقافهم يتحسن مستواهم بشكل كبير، وهو نفسه من خلال النقابة دي بقى تاجر كبير، تاجر له اسم واسم كبير. بدأوا يخشوه التجار الكبار لدرجة ان هم اشتكوه للمماليك في العهد العثماني، والمماليك بدأوا يضايقوه، وهو بدأ يقاومهم لأنه عمل للمكفوفين تنظيم قوي. الموضوع ده ما فاتش عليه كتير، وبعد كده جت الحملة الفرنسية وجت باستفزازاتها، وتحول الشيخ سليمان من شيخ معمم ونقابي إلى شيخ سائر، وأسس تنظيم سري لمقاومة الحملة الفرنسية. بعد كده عمل إيه؟ الشيخ سليمان لما عمل التنظيم ده المقاومة شدت قوي. كان يجوا العميان أو المكفوفين، أي واحد مثلا من الفرنسيين مثلا خارج سكران ولا حاجة، واحد من المكفوفين قاطع راسه. جماعة سكرانين خارجين مثلا من تجمع فرنسيين يولعوا فيهم النار، وهكذا بقى ظهرت العمليات النوعية. والمخابرات الحملة الفرنسية مش عارفة تطولهم، مش عارفين مين الناس دول، لغاية لما جت الثورة الأولانية بتاعت المصريين بقيادة علماء الأزهر في الحملة الفرنسية، واللي نابليون بونابرت دخل فيها الجامع الأزهر وقبض على 2000 شخص، وقتل من ناس المصريين كتير. طبعا الشيخ سليمان بعد كده لما كان من ضمن الناس السائرين، وبعد الوشاية وبدأ ان هو يتعرف تنظيمه من خلال بعض الناس الخونة، قدر ان هو يقبضوا عليه. نابليون بونابرت اتجنن لما عرف ان اللي ورا العمليات دي واحد ضرير، فحب يقابله. فقال له بص بقى، بص يا شيخ سليمان، انا راجل مسلم، ومفيش داعي انك انت تقاومني، ده انا جاي احقق العدل وبتاع والكلام ده كله، واحنا مع بعض وبتاع والكلام ده كله. والشيخ سليمان قعد يضحك، نابليون بونابرت يقول له طب عايز ايه؟ اديك فلوس، هخليك اغنى واحد في مصر. والشيخ سليمان عمال يضحك. طب عايز منصب؟ اديك منصب محترم في الدولة. والشيخ يضحك. وفضل نابليون بونابرت يعلي في الاغراءات، والشيخ طبعا يضحك. الشيخ عارف ان الخيار التاني هو الموت، لان الاغراءات دي كلها
دي عايز يستقطبه لنابليون بونابرت ليه. ها، لكن نابليون بونابرت، قصدي الشيخ سليمان، كان مختار الموت، ما كانش عنده بس هو كان عايز يعرف اخرة نابليون بونابرت ايه. لغاية لما نابليون بونابرت قال له بص، ايه رأيك اعينك سلطان مصر؟ ده انت اللي جننت الفرنسيين ومحدش قدر يقبض عليك، لا انت ولا بتاعه. فهنا جت الفكرة في دماغ الشيخ سليمان، راح مدد له ايده، قال يعني بيبايعه. فنابليون بونابرت مد ايده، فراح بايده اليمين كده الشيخ سليمان راح ماسكها وعاصرها، وبالايد التانية راح خبطه بالقلم جامد، طرقع. فنابليون بونابرت اختلفت الروايات، في ناس بتقول ان هو شنقه، وفي ناس بتقول ان هو رماه بالقلعه، وفي ناس بتقول ان هو اعدم رميا برصاص، وفي ناس بتقول ان هو كمان رماه في السجن الى ان مات في السجن. الحقيقه فين محدش يعرف زي ما قالوا المؤرخين، لكن دي كانت قصه بطل من ابطالنا المنسيين في تاريخنا الجميل. زي ما قلت لكم يا جماعه، القراءه يعني حكايات، والحكايات يعني اسرار، والقراءه اسرار وحكايات. اشوفكم في فيديو جديد، ما تنسوش الاشتراك في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.